مش مشكلة. ما سمعتش. ثلاثة لا، ثلاثة يفسدوا الصلاة للراجل. للراجل. أيوة. 3 أشياء تقطع صلاة الراجل. شو هي الأشياء؟ ما كاينش اختيارات. ما فيش اختيارات، في وسيلتين مساعدة. ما كاينش اختيارات. الأكل. اللي يصلي ما بياكل حجية، يعني اللي يصلي هو يصلي ما بياكل. 3 أشياء إذا مرت من أمامه تقطع صلاته، ما هذه 3 أشياء؟ ما يتشرش. لا، قال لك 3 الحوايج إلا مرت قدامه زعما كاينه الصلاة ديالو باطلة ولا يقطع الصلاة يحبسها. باطلة يرجع يصلي من أول، تبطل يرجع يصليها من أول. يرجع يصلي من الأول إذا دازت يعني أمامه مرأة مش محارمه. واو. المرأة وبعد هذه مرأة رقم 1. رقم 1. الرقم الثاني إذا يعني سمع كلام فاحش. إذا مر من أمامه. أنا ما بسمع. لا أكل ولا لا، شيء. إذا مر. إذا مر من أمامه مرأة. كلب. برافو. الثالث وصلنا. الجواب الثالث. الجواب الثالث حمار. لا، حمار. يا صحيحة. ولكن المرأة حتى لو كانت من محارمه، حتى لو زوجته، حتى لو زوجته الرسول قال كذا. عشان تدوس من قدامه. برافو عليك. شكرا والله. تفضل. برافو تفضل. أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله تعالى عن أبي ذر قال رسول الله مش موجود حسين، ختيبني واغرى. ارجع خليها ترجع. لما تيمي ورا لها. خل ترجع سعدية. هيا جاية. هي عشان تسمع الحديث مهم. اسمعي الحديث يا أخت سعدية، اسمعي الحديث. أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله تعالى عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل إذا مر من أمامه 3: المرأة والكلب الأسود والحمار. فقلت: يا رسول الله، ما بال الكلب الأسود من دون الأحمر من الأبيض؟ قال: لأن الكلب الأسود شيطان، وإن المرأة تقبل في صورة شيطان. فقالت عائشة: شبهتمونا بالحمير والكلاب. أحسنت يا أختي، جوابك صحيح. المرأة والكلب الأسود والحمار يقطعوا الصلاة. إجابتك الأولى صحيحة، الإجابة الثانية صحيحة، والإجابة الثانية صحيحة كمان. باقي عندك 3 أسئلة. 3 أسئلة. عاوز 3 أسئلة. أنا جوي. عاوز إجابتين صحيحة وعندك وسيلتين مساعدة. أوكي. يلا اربط الحزام للسؤال الجديد. جاهزين؟ شكرا على جاهزين للسؤال الجديد؟ جاهزين. حبايب اللي يحب يدعمهم يدعمهم رجاء، مساكين اللي يحب يدعمهم. اربطوا الحزام. شكرا على. السؤال الثالث يقول: من هي المرأة الذي وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المرأة التي وهبت نفسها خديجة. أمنا خديجة. أنا لا تسأليني، أنا أريد إجابة. أنت تسأليني أمنا خديجة، أنا ما بعرف يعني، أنا أريد إجابة. خديجة قبل الإسلام الرسول تزوجها عليه الصلاة والسلام، كانت هبة. هي ما كانت زوجته، هي عرضت نفسها عليه. أيوة. هو ما تزوجها. ما تزوجها، بس هو يعني قبل الهبة. و سعدية تفهم منيح بالدين كريم. ما هي سعدية، اسمها مي البت. اسمك مي ولا سعدية؟ الماما اسمها سعدية. الماما اسمها سعدية. أنا اسمي فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء اسم على مسمى. شكرا. فاطمة وسعدية. أوكي. فاطمة المرأة الذي وهبت نفسها للرسول، والهبة أن الرسول أخذها هبة، بس هو من زوجته. هي تنحسب يعني مرة ويتركها، يعني مش عارف أوضح لك أكثر يعني.
ما بس فراسي مرة واحدة وتركها. سلمى ولا سلمى. معك وش؟ متزوجها ولا ما لا؟ تزوجهاش. تزوجها كم يوم؟ كم يوم وترك؟ كم يوم؟ متزوجها كم يوم؟ تزوجها وطلقها. زوجها طلقها. هي وهبت نفسها يعني مجرد فقط ما دي الطلاق، الهبة ما دي الطلاق، الهبة يتزوجها وبعدين تروح، ما فيش طلاق. نكاح الهبة يعني هذا زواج خاص، بس نكاح خاص للنبي. مسالمة ماشي مسالمة شيختي الدري. شوفي نودي نعطيك ولدي. اش غنقول لك؟ شو تقول لي؟ ما بغيتش نخرج شي كلمة، مساعدة. ما بغيتش نخرج شي اسم. معك وسيلتين مساعدة. نعم. في عندك وسيلة مساعدة، أنا ما بقدر ناخذ أساعدك. مساعدة. تاخذين يا أخ حسين ولا الشيخ أبو عبد الله؟ عندي واحد الكلمة بغيت نقول لك وحدة، ولكن ما عرفتش نقولها. قولي لو أنا هاي أقول لك قولي. انا شاكه فيها ملي كنت باقا كنقرا في التربيه الاسلاميه. المهم ما عقلاش. ميمونه بنت حارث. ميمونه بنت الحارث. على فكرة هن مش وحدة والله جوابها مش إجابة نهائية. والله انا قلت لك اذا الى كان يعني تردد ناخذ مساعده. راح تفوز عليك. إجابة نهائية. إجابة نعتبرها نهائية. إجابة نهائية، وما زال عندي يعني سؤالين نقدر ثبت. قلت لك يعني إجابة نهائية. والإجابة صحيحة. هي ميمونة بنت الحارث. أنا سؤالي كان على خولة بنت الحكيم، ولكن ميمونة أيضا إجابة صحيحة. هي ميمونة من اللائي وهبن أنفسها للرسول. ميمونة إجابة صحيحة لأنك كسبت الهدف، يعني ما دام دارستها بالمدرسة خلاص إجابة صحيحة. قال الإمام القرطبي رحمه الله: ومن أهم من وهبن أنفسهن للنبي ميمونة بنت الحارث، وزينب بنت خزيمة أم المساكين، وكذلك خولة بنت الحكيم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: وكانت خولة بنت الحكيم إحدى خالات النبي. وقال الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه: وكانت خولة بنت الحكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي، ونزل قوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتأوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن أحسنت. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إنها خالتك وتريد أن تنكحها يا رسول الله، والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. رواه البخاري والحديث صحيح. وبعد ذلك نزل أستاذة فاطمة والماما سعدية. الإجابة الأولى صحيحة، الثانية صحيحة، والثالثة صحيحة. فقط أتم القراءة كريم، أتم القراءة بالله عليك. أحسنت. وهذا كان في سورة الأحزاب: وهبت نفسها النبي سنة 5. وأما تحريم الأمهات والخالات والبنات فنزل في سورة النساء سنة 7. فلذلك النبي نكح خولة بنت الحكيم وكانت إحدى خالته قبل نزول التحريم. نعم، التحريم نزل متأخر. نزل التحريم متأخر في سنة 7، والنبي قصة الوهب نفسها للنبي في سنة 5. هل اتضحت الإجابة؟ في التحريم سورة النساء الآية 23 من سورة النساء نزلت في سنة 7، والله أعلم. أوكي. أنت الآن بس خليني دقيقة بس. 3 أجوبة صحيحة عجيب. 3 أجوبة. إجابتك الأولى صحيحة فاطمة، إجابتك الثانية صحيحة، إجابتك الثالثة صحيحة. فاضل عندك سؤالين، إذا جاوبتي واحد صح تربحين. نعم. طيب تفضل. والله عمر سيد ربي يكون معانا. يا ربي يا رب يكون معانا. احنا قابلين عزيز علينا الرسول صلى الله عليه وسلم. اي اللي يحب يدعمهم. نحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. انا احب الرسول. هو يكون معانا ويوفقنا ان شاء الله خير. جاهزة؟ جاهزة. اربط الحزام. شكرا على ورودكم. شكرا.
قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. السؤال: ما هي الديانة التي كانت تصوم شهر رمضان قبل الإسلام؟ ما هي الديانة التي كانت تصوم شهر رمضان قبل الإسلام؟ مسيحيين. أنا ما فكرت السؤال ما عمرك كنت تصوري وتجاوبي. زعما زعما لا هو قال لك ما تسولينيش، هو يعني خاص جواب نهائي. أنا أريد تقولي لي مسيحيين إجابة نهائية علشان أقول نعم أم لا، علشان الكمبيوتر يعطيني الإجابة. لا أنا ما بعتبرها إجابة نهائية. أوكي. مختلف عندهم. كيفاش وسيله؟ يعني يعاوني. يعاونك. خلي يعطيها 4 خيارات الشيخ. يا أبو عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الكريم. كل عام وأنت بخير بمناسبة شهر رمضان. كل عام وأنت بخير ورمضان كريم. معي اتصال من متصلين، الأخت فاطمة وأمها سعدية، ومحتاجين مساعدتك في سؤال. يا أهلا وسهلا، رمضان كريم أخت فاطمة وأخت سعدية. شكرا. السؤال هو كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي ديانة كانت تصوم شهر رمضان قبل الإسلام العظيم؟ طيب أخت فاطمة وأخت سعدية، أنا راح أعطيكم شوية تلميحات على مود أنتم تعرفون هاي الديانة. كانت في الجزيرة العربية عدة ديانات إبراهيمية قبل الإسلام، وهي الديانة اليهودية والديانة النصرانية والأحناف الذي كانوا يؤمنون بالله ولكن ما كانوا وثنيين. أنا راح أعطيك 4 خيارات، أنت تختاري واحدة منهم. الديانة الأولى اليهودية. الخيار الثاني الديانة الأبيونية، النصارى الأبيونيين. الديانة الثالثة المسيحية. الصابئة الحرانيين. أوكي. والديانة الرابعة الزرادشتية. ديانة زرادشتية. شكرا شيخ أبو عبد الله، كل عام وأنت بخير. يا أهلا وسهلا. أعطاك 4 خيارات، هو استثنى المسيحيين. الماما قالت مسيحيين، هو استثنى لك المسيحيين علشان ترتاحين. خيار المسيحيين لم يكن هو الصحيح، يعني هو استثنى لك المسيحيين. لا قالت مسيحيين مش مال المسيحيين. استثناه. أنا بقول الديانة اليهودية. هو قال لك اليهود أو الأبيونيين أو الصابئة والزراتشت. اليهودية. إجابة نهائية. إجابة نهائية. والإجابة خطأ. لا تقلق، عندك سؤال بقى، عندك سؤال. تفضل. أخرج ابن نديم في الفهرست صفحة 319 والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الأندلسي الجزء الثاني، والمختصر في أخبار البشر لأبو الفداء الجزء الأول صفحة 65. قال: وأما الديانة التي كانت تصوم شهر رمضان وتفطر على الهلال وتصوم عليه هي ديانة الصابئة الحرانيون الذين كانوا في تيماء في شمال شبه الجزيرة العربية، وكانوا يعبدون الكواكب والنجوم ويؤمنون بالسحر وهم وثنيون، وكانوا يصومون ذلك الصوم وهم مشركون يعبدون الأوثان والكواكب، وقد أخذ الإسلام وورث منهم صيام شهر رمضان، والله أعلم. هذه المصادر اختي كلها بالدقة وبالصفحة وبالجزء. شكرا. ماشي مشكلة، يعني بقي عندي سؤال نتمنى إن شاء الله نتوفق فيه. شكرا أستاذة سعدية، وشكرا لأخت فاطمة. سؤالك الأول إجابته صح، الثانية صح، الثالثة صح، الرابعة خطأ، الخامس أريد 100% يكون صح. وسائل المساعدة، وسائل المساعدة ما عندك، جيت المكان الصعب جدا. وهذا السؤال إذا جاوبت صح تربحين. ما عندي مساعدة. ما عندك مساعدة. ليش؟ قلتي لي عندك مساعدتين. ساعدك الأخ حسين، ساعدك، وأبو عبد الله ساعدك.
ساعدتك أول شيء لما قلت لك ثلاثة، ساعدك وجاوبتي صح. قلت لك ثلاثة تتذكري؟ تذكرت. ابو عبد الله ساعدك ايضا. شو صاير؟ مساعدة، طيب. عندك سؤال بدون وسائل مساعدة. جاهزة للسؤال؟ جاهزة. اربط الحزام. السؤال يقول: كم عدد آيات القرآنية الذي تؤمر بقتال اليهود والنصارى والمشركين في القرآن الكريم؟ كم عدد؟ آيات الجهاد نسميها. نعم. كم عدد؟ عاود لي السؤال. كم عدد الآيات القرآنية الذي تؤمر بقتال اليهود والنصارى والمشركين في القرآن الكريم؟ كم عدد الآيات والصور ياك؟ بس آيات بدون صور. كم عدد عدد الآيات القرآنية الذي تؤمر بقتال اليهود والنصارى والمشركين؟ كم عدد الآيات التي كل تأمر؟ المصحف، بركزي معي، كل المصحف هو 6236 آية. كل المصحف هو 114 سورة. أنا أريد عدد الآيات التي تؤمر بقتال اليهود والنصارى والمشركين. كم عدد هذه الآيات؟ كم عدد الآيات التي أي تقاريها؟ معك 30 ثانية من الوقت. معك 30 ثانية من الوقت. شو دارسة؟ شو دراستك؟ أنا يا بكالوريا. اوكي كويس. منيح. بكالوريا حلو. اوكي. معك 30 ثانية من الوقت. إذا أنا بدي أساعدك، هم أكثر من 100 آية وأقل من 500 آية. أكثر من 500 آية. أقل من 500 آية وأكثر من 100 آية. أقل. أقل أكثر من 100 آية. أكثر من 100. بين 100 وال500. هنا الإجابة الصحيحة. بين 100 وال500. و500. كنتش نتصرح. ماكو وقت، خلص الوقت. إجابة. انتهى الوقت. أنا شيخ أبو عمر. ما عرفاش يجاوب. ما عرفت. ساعة 350. إجابة نهائية 350. إجابة نهائية. والله شو نقول لك. ما عرفناها شيء. استخدمتي وسائل المساعدة بالأسئلة السهلة، ما خليتي المساعدة الأسئلة الصعبة. ولا أنا يعني تحب لي مثلا عندي يعني انت من اول قلت اليهود على السؤال اللي قبل، وخذيتي وسائل مساعده وكمان جاوبت اليهود وطلع غلط. يعني مع الوسيله المساعده اللي استخدمتيها ليس بمجالها، ليس بمحلها. انت قلت اليهود بالموقع وسيله مساعده. والله تسرعت. ما دامك خذيتي وسيله مساعده يجب تغيرين اليهود. لو كان اليهود كان الشيخ ساعدك قال لك انت جاوبتي، بس انت ما يعني بعد استبعدت الموضوع. ما بعرف. الان انت عندك بين 100 وال500. كم عدد الايات القرانيه الذي تؤمر بقتال اليهود والنصارى والمشركين؟ بعد ما بقدر اساعدك اكثر من هيك. انت قلت 350. اجابه نهائيه. 400 ولا والله ما 400 آية تأمر بقتل اليهود عندنا شي حاجة ما شي 400 آية. في 400 آية، ولكن بدك تأمر بعذاب يوم القيامة. في 400 آية بالتهديد والوعيد. 400. انت سامع المعلومة دي؟ 400 آية بس مش مات القتل أقل من 400. أريد أساعدك أنا، بس أساعدك، بس أحاول يعني بجمع لك الأفكار. في 400 آية تأمر بعذاب يوم القيامة وتبدلهم جلودا. يعني أقل أقل من 400.
بين ال100 وال400. انت قلتي لي ما بين 100 و500. خلاص اساعدك مره ثانيه، بين ال100 وال400. 300 من 600. اما الربحوا ما خسروا. وغنقولها الحاج. يا قالت لك ماما 300 يا اما نربحوا يا اما نخسروا. 300 تاخذين اجابه الوالده. ثبت. اجابه نهائيه. ايش قلتي؟ انا كنقول 200. ما مهم 350. لا هو كنقمروا. صافي ديال 300. في اجابه نهائيه 300. اول اختاريتي 350 وبعدين رجعتي على 300 وانت ببالك 200. قلتي انا ببالي 200. الان ثبت على 300 صح؟ ثبت. لا 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 اللي كتبها الله سبحانه وتعالى، وانا ما متاكداش من. نعم ام لا؟ تثبت في 300 يعني قالتها امي صافي. مع والاجابه خطا. 206 من الآيات تأمر قلت 200 هي 206. 206 آية تأمر بقتل اليهود. العدد صعب بكسر، العدد مش 300 400 500، هو بكسر خاطر هيك شيء صعب. تفضل صالح الشيخ. نعم 206 من الآيات التي تأمر بقتل اليهود. نحن هذه على قارب. بعد لك اختقاء الحديث. هناك 206 من الآيات التي تأمر بقتل اليهود والنصارى والمشركين والكفار جميعا، والحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله. الحمد لله. تفضلك. استاذة فاطمة خلينا، انت ما ربحتي معي السؤال الاول صح، الثاني صح، الثالث صح، الرابع خطأ والخامس خطأ للأسف. سؤالين صعبين بالاخير، هم صعبين الاسئله، نعم صعبين، محتاجين قراءه بكتب وتراث اسلامي. جاوبتيهم خطا. كنت اتمنى تحتاجين وسيلتين المساعده للاخير ولكن استخدمتيهم بالاول، مش مشكله. احنا ربحنا. شوفتك وانت انسانه طيبه ومحترمه، ووالدتك انسانه طيبه، وحبايب اللي يحب يدعمهم من اللي موجودين معنا يتغلبتهم ويدعمهم، يعني هذه حريتكم الشخصيه طبعا. استاذه فاطمه احنا مش مسلمين. نعم انا ماني مسلم، انا مش مسلم، والاخ حسين مش مسلم، والشيخ عبد الله مش مسلم. احنا مش مسلمين. احنا طرحنا عليك هذه الاسئله لكي تفكرين بالدين. هذا الدين ليس من الله يا استاذه فاطمه. كيف نبي امراه توهب نفسها له؟ النبي مصدر الامان. خالته يمكن خالته نبي من الله. كيف نبي عنده 3 من نسوانه من سبايل الحرب؟ كيف الديانة الوثنية كانت تصوم شهر رمضان ونغلق الوثنيين يعبدون كواكب؟ انتم مش مسلمين؟ احنا كنا مسلمين. تركنا الاسلام. 206 آية بقتل المرتد، بقتل الكفار، وانا احد الكفار، يعني انا مسيحي. لا تراني ما سمعتش مزيان. انتم مسلمين ولا مش مسلمين؟ كنا مسلمين تركنا الاسلام. احنا مسيحيين. كنتم مسلمين؟ ايوه تركنا الاسلام. انا كنت مسلم تركت الاسلام، الان مسيحيين. الاسلام. ردنا نوصل لك رساله ان هذا الدين ليس من الله. هذه الاسئله كفيله هذا من الاسلام. مشاو. انا هبطته. عليه. ماشي مسلمين. والله تابع الاسلام. نكون مسلمين ليش تهدوا على المسلمين الاسلام؟ هذا قال الله الرسول قال شيء كثير. لا بس هاتي مسلمين. لا دعاء الرسول على هذا من المسلمين كاين هذا. بس هاتي مسلمين. وقال الله وقال لك هذا في القرآن. كذبوا حماده قويين نعم الشيطان. الأجوبة صحاح ديالك كاملين، ولكن علاش هما مبغاوش كلهم صحاح؟
ما تقول ضيعة تقول حليبة تقول حليبة انت حنحس ونقول حليبة حنحس ونقول حليبة. لكن الجواب الاول قالوا صحيح، الثاني صحيح، الثالث صحيح، لكن علاش جاو في الاخر ما بقاوش الجواب صحيح؟ سامسون شكرا. واه انتي جاوبتي صح. دوخوك بالعاني؟ كيفاش دوخوني؟ كيقولوا لي بالعاني اجوبه خاطئه. لا ولا تقول اعطيني تليفون، اعطيني تليفون. القرآن. هاي انتي مالك صفنتي؟ كنقرا. ها؟ كنقرا شنو كيكتبوا شكون تيكتب؟ الناس. ماشي هاد الجواب اللي كان. هذاك الشيء اللي كاين، لكم دينكم ولي دين، كل واحد الدين ديالو، كل واحد الديانه ديالو. وما قال لك يعني كانوا مسلمين وما بقاوش. هو هادشي علاش انا هبطت، يعني هما كانوا مسلمين ومن بعد ما بقاوش. يعني لازم يعني في انفوي مثلا يبغيو يلعبوا مثلا هاد، وعلاش يهضروا على الدين؟ يبغيو هاد الاسئله، يبغيو يعملوا هاد الاسئله. في الاول يقولوا يعني احنا كنا مسلمين ومن بعد درنا وصافي. حتى يهضروا بالدين. ونولي نتسحروا ونولي شدي خلينا نصلي، شديك ولدك رضعيه. رشيد، شكون هو رشيد؟ كان فيهم رشيد هو الفوقاني وحسين هو اللي بصير ياكم. هكذا وانت هضروا بالقرآن. اسئلتي كانوا صحاح قالك، وكيقول لك اسئله غالطين. انا مسلمه وغادي نبقى مسلمه، وهما انا ليا دين ديالنا وهما ليهم الدين ديالهم. انا هادشي اللي غادي نقدر نقول. انا فقط جاوبت على الاسئله اللي طرحات عليا بداكشي اللي كنعرف. اللي نفرض انا غلطه ماشي مشكل، شكرا. واخا يعني نكون انا غلطه ما عنديش حتى شي مشكل. يعني راه حنا تنعرفوا على الله والرسول صلى الله عليه وسلم، تنشهدوا بالله. انا الله لا اله الا محمد رسول الله، هادشي راه نقدر. ما عارفين حتى حاجه اللي قلناها صحيحه. هي ما صحيحه ربي يسمح لينا. ما عارفين، حنا ما قاريينش سيره النبي وداك الشيء.
ولا طلعتكم بقسط غتجبدوا لي نفس الموضوع. غير طلعي حتى واحد صافي. داكشي ديال الدين ما عندنا حنا. انا شوفوا اش غنقول لكم، انا واحد ابو علي الجنوب، انا فقط ابو علي الجنوب. انت مش مسلم يا ابو علي الجنوب. شكرا بعد على الهدايا. هو اللي ترجعوا لا مثلا. انا اش غنقول لكم، انا عمري ما نشك في الدين حنا ولو قد هكا نهائيا. انا مسلمه وغنبقى مسلمه. عمر شي واحد يحط ليا ولو نقطه شك في راسي نهائيا. انا مسلمه وغنبقى مسلمه. شكرا على الهدايا. انا مسلمه وغنبقى مسلمه، تزاديت مسلمه وفي ديانه مسلمه وفي بلد اسلامي، وغنبقى مسلمه ونموت مسلمه ونتبعت مسلمه. احب من احب وكره من كره. لكم دينكم ولي دين. حنا تنوضوا بالرسول ونرقدوا بالرسول، الله والرسول صلى الله عليه وسلم صافي فقط. قسما بالله انا مسلم. حلفتي بانك مسلم وغادي نطلعك. قسما بالله العظيم أنا مسلم. السلام عليكم. وعليكم كدايرة السلام لاباس أخي. عليك؟ كدايرة الحجة؟ الحمد لله. أنا لبناني نهدر شوي مغربي يعني ما بيأثر. شوفي أختي، هاو جماعة عندهم برنامج مسيحيين بيدخلوا يحاوروا الناس أمثالكم، سمعاني؟ هلا وين هم كلهم سمعت؟ موجودين على التعليقات عندك الدابة، كلهم اللي يكتبوا هنا هم يقولوا لك كلامهم صحيح، اقتنع بكلامهم. هاو جماعتهم اللي بيهدروا الآن على التكست. وي انا فهمتي؟ عارفه، انا مش صغيره. جيد، يدخلوا لك يكتبوا لك كلامهم صحيح، يقول لك 206 آيات في القرآن تقول انه بالقتل والكذا، والقرآن ما قال بهذا الشيء. يعني يروحوا يحاوروا المحاورين المختصين بلا ما يدخلوا لعوام الناس، يدعوا انهم عندهم اخلاق وعندهم ادب واخلاق السيد المسيح. فينا اخلاق السيد المسيح؟ مش عيب عليكم جايين تقولبوا وحده ست وامها بالليل تستحوش؟ هي اخلاق السيد المسيح؟ مش عيب؟ انتم مزيفين انفسكم. يعني انت عامل حالك يا حسين لابس شكل شيخ مهرج، انت يا كريم العراقي مهرج، ولما تدخلوا البثوث المسلمه ما شاء الله عندكم اخلاق وكذا. يعني اللي تعملوه مش تزييف؟ اتحداك انت في مناظره، روح لعند الدكتور محمد وتعال انت وقل ربعك. 206 ايات برجعك للعهد القديم اللي فيه قتل وفيه تجزير وفيه اغتصاب وفيه. فروحوا تضبضبوا احسن لكم. جايين عم تدخلوا على بسطاء العالم وتحكوا عليهم بهالاسلوب. انتم جماعه مزيفين. اذا هي اخلاق السيد المسيح تمام، اذا هي اخلاق المسيح تبعكم تمام، روحوا لعند اهل الاختصاص حاوروهم. يا عيب يشفون عليكم شو بلا اخلاق. شو بدك؟ يعني هما يبغيوا يعني يشكوا الانسان في الدين. هم شغلتهم يدخلوا لا مش على مزيفين. الربح والخساره، مش على الربح والخساره. يعني هما يلبسوا زي كانهم ناس متدينين، كانهم ناس احسنتي. يعرفوا في الدين، لكن هو فقط يعني حيلة ما يعملوها. انت كنت انا يعني غادي نكتب ليكي. يعني لما رديتوا البال أول سؤال، يعني كتعرفي في الدين ولا لا؟ كل كلامهم اللي قالوا لك يا 206 آيات تدعو للقتل. القرآن الكريم يقول، الله يقول بالقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا كلام الله. الله يقول قل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا كلام الله. هذه آيات اللي بيتكلم عنها كانت آيات كانت دفاعا عن النفس. يراجعوا القرآن. هاو جماعة يروحوا لعند أهل الاختصاص يحاوروهم، ما يدخلوا لعامة الناس يذتوا هذا السموم. إذا هذه أخلاقكم جميل جدا، جميل جدا. يعني أنتم عندكم أخلاق ما شاء الله، بتدعوا بالأخلاق وبالمحبة. أنتم ناس عم تزيفوا الحقائق. يا عيب الشوم عليكم. يعني أبسط ما يقال يا عيب يعني بالمغرب حشوم عليكم. يعني شوفي هلا هم بلشوا يخرجوا من البث، شوف البث ارتفع
ودابا بلشوا يخرجوا، يعني هم تكلموا هناك وجايين هلا يكتبوا لك على التكست. راجع كلامهم. انا نقول الله يسامحهم وصافي. انا يعني انت اقلها، وانت تربيتك تربيه انا اسلاميه، اخلاقك اخلاق محمديه طيبه زوينه، مش بحالهم في حقد في قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. لا انت بالعكس، انت طيبه اخلاق، امراه مسلمه عفيفه شريفه طاهره، مش بحالهم. روحوا تضبضبوا، يعني باللبناني روحوا تضبضبوا، روحوا تضبضبوا. لاقيني عند ابو احمد، لاقيني اللي عم تقول لي ناظرني، لاقيني عند ابو احمد صاحبك السوري او عند الدكتور محمد. هي الحجه. انا لو كان يعني مثلا هدفنا في دعم، هو بيطمع الناس، بيقولوا اذا جاوبتي 4 اسئله يولي بيكون هو يعني الدعم دياله، شكرا على دعمك. يولي هو الدعم دياله. اذا بهي الطريقه بدهم يدعوا، اذا بهي الطريقه بدهم يدعوا الى الحق، تبا لهذا الحق، مش بهي الطريقه ندعو للحق. احنا مسلمين وغير مسلمين. انا كنقول او كنعاودها، انا يعني تزدت ديانه مسلمه وانا مسلمه. روحوا صحتوا واحد ورا الثاني. لا احنا تنعرفوا على الله والرسول، نموتوا مسلمين، شهدوا آمنا بالرسول وخا ما شفناش وآمنا به. احسنتي. نصليوا على النبي. هاو جماعه مرضى، هاو جماعه مدفعلهم الله سبحانه وتعالى، وكنترجوا الله. هذا ما تحيد تعمر لنا راسنا، احنا قاعد ننام. هاو جماعه مدفعلهم فلوس، يعطوهم فلوس ليدخلوا. احنا تنعرفوا على الله والرسول صافي. ايه يا حمام البيضاء، اني لم اتي انما جئت لالقي سيفا، يعني مش هيك؟ وانا كنظن ما كاينه حتى شي ايه في القران بانها كتقول قتل اليهود والنصارى. كل شيء له تفسيره اختي، وعنده بالعهد القديم كله قتل. يلا حتى يعني القتل موجوده. هو كان امنوا مريم بالانبياء كاملين، لكن احنا مسلمين. اسكت خلاص هي اساليب سخيفه، يعني سخيفه ترى في القران يا ابو علي لكم دينكم ولي دين، يعني كل واحد والديانه ديالو. يعني خاص نكونوا فاهمين. لك هلا هو المسلسل تبعهم فشل، طلع لهم الدم دابا. المسلسل ديالهم فشل الحين، طلع لهم الدم. شوفي شو كنت انا لما قالوا نحن مش مسلمين، وهذاك شنو هذاك الشيء وراني شنو هو؟ يقول لك استمعي الى الاخ رشيد، في واحد اسمه رشيد مغربي. لا والله انا ما بستمع لاي حد، انا هي تستمعي الى اخو يعني في الاول قالوا لي انهم يعارضوا الاسلام، وفي الاول لو كان قالوا انهم يعني انهم كانوا مسلمين واصبحوا مش مسلمين، انا ما كنت يعني نتكلم معهم ولا مش مشكل يا اخت، جهنم بدها حطب، يعني مش مشكل، يعني اللي يخرج منه جهنم بحاجه لحطب، يعني شو الاشكال؟ جهنم بدها حطب. يعني انت شفتي على رسول الله، نهضروا على رسول الله، ما تصعدي حدا، ما تصعدي علينا ونحبوا الله والرسول. لما شفت يعني المتابعين، لما شفت المتابعين يعني بجوجهم، يعني الكونت ديالهم جديد. ليك بده يتعامل مع الناس بطريقة الخداع، فتبا له وتبا لدينه. بده يعامل الناس بطريقة خداع، هذا الخداع. لا والله يضحكوا على الناس ويخادعوا الناس، يعني بيدخلوا يجوا ناس يعني يحبوا يعملوا الخير، بتحكي لهم ظروفك ويساعدوك، لا بأسئلة لا ولا شيء من هذا. لا هاو جماعة يا أختي، هاو جماعة إذا هم عم بيخادعوا الناس بهالطريقة تبا لهم ولخداعهم، يعني إنه الدين بهالطريقة، يعني أنتم كنتوا معزة الرسول بنحب. أنا لما قال لي أسئلة دينية، يعني الكل يحب الدين. الإسلام مقدس، يعني الكل يحب الدين، يعني ناس يعني طالعين أنهم عامل هذا وراء صحف، يعني بيثير انتباه الناس، يعني ما مش هم أختي، مش هم. شوفي مش هم اقتنعوا بالديانة المسيحية وعجباهم؟ اتركوا الناس بحالها. ليش ما بتبشروا مثلا للملاحدة اللي ما بيعترفون بوجود الخالق؟ ليش ما بتروحوا بتحكوا على البوذيين؟ ليش ما بتروحوا بتحكوا على اليهود؟ ليش فقط عندكم الإسلام؟
هذه أجندة. شوفي أنت كم عدد سكان العالم؟ 8 مليار. قديش عدد المسيحيين؟ قديش عدد الإسلام؟ الديانات الأخرى بيتناولوها، بيسترجوا يتناولوها. فيهم يحكوا على اليهود كلمة؟ ما بيحكوا. الله ياخذ الحق. والله احنا ما باغينش نوصلوا يا اخي يا ابو علي. احنا ظروفنا بتكفينا، ما في حاجه لهذا الشيء. احنا يعني مش مكفيين يعني بالدين. اختي العيب يعني الحمد لله يعني اسمح لي قاطعتك يستغلوا يعني. شو يا ابو علي، نحن يعني عندنا دراية قليلة بالدين، بما أن احنا مسلمين. يعني أنا ما كاملة العرف، بعرف القليل. أنا ما بقدر أنني نعطي نصائح بالدين وسميته وأنا يعني مش عارفة. يعني شوفي أنت بغض النظر، أنا إنسان عادية. بغض النظر لو هم دعاة أخلاق وإنسانية كما يدعون، اللي بيكون عنده إنسانية مش بيجي بيخدع الناس، بيخدع أخت وبيخدع والدتها مرة كبيرة في السن. ما بيجي بهالأسلوب هذا، سواء كان على حق أم على باطل. الطريقة طريقة خداع ومكر، طريقة شيطانية. إذا كان هو التبشير بهذه الطريقة فتبا لهذا التبشير. الله يسامحهم، الله وهذا يسامحهم. عيون الحج، وهذا عيون الحج. شكرا يا أبو علي، والله شكرا. أنا راح يعني نواصل البث عادي. وكل حدا يكتب لك على التعليق شفت خدعتهم. يلا شوفي قبل ما تمشي تصلي هذا. والله الحمد لله اكتشف خدعتهم. وانا لما في الاول كنت عرفت والله ما حكيهم ولا كلمه. انا مسلمه، انا ما عندي ولا ذره شك في الاسلام. انا قلت لك مسلمه. بغض النظر، كل حدا بده يخادع الناس بهالطريقه. هذه ليست طريقة آدميين ولا طريقة الناس عندهم إنسانية. أنا إيماني قوي بالله سبحانه وتعالى. لما يكون إيمانك قوي وأنت مسلم والله ولا حاجة تأثر عليك. بغض النظر عن الصوابية، من على حق ومن على باطل، بس اللي بده يستعمل هالطريقة الشيطانية اللي فيها مكر وخداع، هذا لا يمت للإنسانية بشيء. يعني مش طريقة ناس عندهم أخلاق، مش طريقة ناس بيقولوا نحن محبين للناس وللإنسانية. هاو جماعة عندهم مكر وخداع، هاو جماعة بس فقط بيدعوا أنهم إنسانيين، ادعاءات. شوف يقولوا يا أبو علي شيطانية. يا أبو علي اقرأ ماذا كتب باولو. شو هي مسحات وحفصة بيقول لك أنت بنفسك قلتي. هو سؤال مطروح من عنده. هم شغلتهم هم يخلصوا. انا ما طرحت عليه. بيجوا الفرقه تاعتهم على الجست الاخر وبصوروا يكتبوا على التكست. جماعه فاشلين. طريقه الاسلام خط احمر. قلت لك انا بغض النظر على صوابيه من على حق ومن على باطل، ولكن كطريقه ليست طريقه